اكتشفت إن جوزي مش هو جوزي الحقيقي، والصدمة كانت أكبر مما تتخيله. حياة سرية مدتها 10 سنين. كنت فاكرة إن أسوأ حاجة ممكن تحصل لواحدة متجوزة إنها تكتشف خيانة عادية من النوع اللي بنسمع عنه كل يوم أو بنشوفه في الأفلام. بس اللي حصل معايا أنا كان أبشع بكتير. كان كابوس ملوش نهاية، حاجة كده تخليك تحس إن الدنيا اتقلبت بيك في ثانية. في ليلة عادية جدا، من الليالي الهادية زيادة عن اللزوم، والسكون فيها كان بيخوف. كانت الساعة حوالي 2 بالليل، والجو برد جدا. الأوضة كانت ضلمة كحل، ومفيش غير ضوء الشارع الخافت اللي داخل من ورا الستارة. جوزي كان نايم جنبي، نفسه هادي ومنتظم زي الساعة. ريحة عطره اللي بحبها كانت مالية المكان، ريحة كانت دايما بتحسسني بالأمان وتفكرني بأول أيامنا. وفجأة موبايله نور. رنت الموبايل في الوقت ده وفي وسط الهدوء ده كانت زي صرخة، زي سكينة قطعت الصمت. مديت إيدي أشوف مين اللي بيتصل في الوقت ده، والاسم اللي طلع على الشاشة كان الصدمة اللي شلت حركتي. الاسم كان سارة هارت، ومعاه قلب أحمر كبير. بس أنا سارة، وأنا قاعدة جنبه وموبايلي في إيدي أصلاً وما كنتش بكلمه. ساعتها بس بدأت أفهم إني عايشة مع واحد تاني خالص، مش هو ده الراجل اللي اتجوزته من 10 سنين وبنيت معاه حياتي. أنا سارة، ودي مشكلتي اللي غيرت حياتي للأبد. أنا وجوزي كنا مثال لأي بيت مستقر، البيت اللي الناس بتشوف صوره على السوشيال ميديا وتقول يا بختهم. الناس كانت بتحسدنا دايماً، وصحابنا كانوا بيقولوا علينا الكابل المثالي، وكنت بضحك ورد بالحمد لله، ربنا يبارك في حياتنا وحياتكم. هو كان هادي وحنين، بيعشق ولاده كأنهم أغلى ما يملك في الدنيا. فاكرة مرة في عيد ميلاد بنتنا أعمل لها مفاجأة عمري ما انساها. جاب تورتة كبيرة عليها الشخصيات اللي بيحبها، وعزم العيلة كلها، وكان بيغني مع الولاد بصوته اللي كان بيملى البيت فرحة. وفي الصيف اللي فات لما رحنا البحر كان بيبني معاهم بيوت رمل ويضحك من قلبه لما الموج يهدها. كان بيساعدني في كل حاجة، يغسل المواعين بعد العشاء، يذاكر للولاد، حتى المطبخ كان بيدخل يقف معايا فيه. وعمره ما علّى صوته عليا ولا حسسني إني تقيلة عليه في حاجة. 10 سنين عدوا كأنهم حلم، ذكريات في كل ركن، رمضان ولمته، صواني المحشي والملوخية وفرحتنا وإحنا بنفطر، والقعدة بالليل قدام التلفزيون وهو ماسك إيدي وبنتفرج على فيلم. بس اللي ما كنتش واخدة بالي منه والوجع كله هنا، إنه كان دايماً يقفل موبايله بالليل ويقول لي يا حبيبتي الشغل بيرهقني وعايز أرتاح في حضنك أنتي والولاد. كنت بثق فيه ثقة عمياء أكتر ما بثق في نفسي، وده كان أكبر غلط في حياتي. في الليلة دي والجو كان برد شديد وأنا متغطية ببطانيتين، الموبايل نور فجأة، نور في وسط الضلمة. الاسم سارة هارت، وقلب أحمر بيلمع. أنا سارة، بس أنا جنبه. إيدي كانت بترتعش وأنا بمسك الموبايل، قلبي كان بيدق في وداني زي الطبل، وعرق بارد نزل على وشي رغم التلج اللي احنا فيه. فتحت الرسالة بسرعة، كانت بتقول وحشتني يا حبيبي، إمتى هترجع لبيتك الحقيقي؟ الولاد دايماً بيسألوا عليك ودايماً بتكون وحشهم. الولاد؟ ولاد مين؟ أنا ولادي 2 ونايمين في أوضتهم دلوقتي. فتحت الصور والدموع بدأت تنزل زي النار على خدي. صور كتير، بيت تاني خالص، عفش غير عفشنا، أوضة نوم تانية، وأطفال تانيين بيضحكوا في حضنه وبيلعبوا معاه في جنينة صغيرة. فويسات أو رسائل صوتية كلها كلام حب، فيديوهات ليهم وهم في المصيف في اسكندرية تقريباً. أتاري الراجل ده كان عايش معايا بس 3 أيام في الأسبوع، وباقي الأسبوع مع مراته التانية، جواز عرفي ما كنتش أعرف عنه الهوا. الشقة التانية كانت في منطقة تانية خالص، الأطفال كانوا شبهه بالملي، عيونهم وشعرهم الأسود التقيل، نسخة منه. كنت حاسة إن الأرض بتهتز بيا، وإن الأوضة بتلف بيا زي الإعصار. في الأول ما كنتش بعيط، كنت ساكتة سكوت يخوف، كأن روحي طلعت وبتتفرج عليا من بعيد. بصيت عليه وهو نايم، وشه هادي وملاك مفيش أي قلق باين عليه. قمت قعدت قدام المراية في الفجر والنور بدأ يشقشق خفيف من الشباك. المراية اللي كنت بشوف فيها نفسي كل يوم، الست السعيدة، كانت دلوقتي بتوري واحدة تانية معرفهاش، عيون منفوخة وحمرة، وش باهت زي الورق، وإيد مش قادرة تمسك نفسها من الرعشة. همست لنفسي، انت مين يا راجل انت؟
10 سنين، كل كلمة حب، كل لمسة، كل ذكرى كانت نص كذبة. المصيبة مش الخيانة، الخيانة بتحصل وبنتعامل معاها. المصيبة إنه عاش حياتين كاملين، حياة معايا ومع ولادي بتمثيلية متقنة، وحياة تانية هناك بأسرارها. كنت فاكرة حياتي كاملة، بس اكتشفت إني كنت غبية إني ما شفتش العلامات، الغياب اللي كان بيقول عليه شغل، المكالمات اللي كان بيكنسلها بسرعة. مش عارفة أكره نفسي على غبائي ولا أكرهه هو على شطارته في التمثيل. جالي غثيان فجأة وجريت على الحمام، بس مفيش حاجة طلعت غير وجع وشوية دموع مكتومة. الصبح أول ما صحي كنت قاعدة على طرف السرير وماسكة فنجان قهوة بارد ومر زي السم. قلت له بهدوء وصوتي كان طالع بالعافية: هي سارة التانية عاملة إيه؟ والولاد صحتهم كويسة؟ بيوحشوك زي ما بنوحشك؟ وشه اتخطف، اصفر فجأة وعيونه كانت هتطلع من مكانها وجسمه كله اتصلب. ما دافعش عن نفسه بغشومية، بس بدأ يحاول يهدي الدنيا. قال جملة واحدة في الأول: كنت هقولك بس خفت أخسرك يا سارة، خفت أخسر بيتنا. تخيلوا، كان خايف يخسرني، فقرر يخدعني 10 سنين ويعيش في كذبة كل يوم. بدأ يحكي وصوته بيرعش. قال لي إنه اتجوزها عرفي قبل ما يعرفني بسنة عشان كانت حامل وخاف يسيبها ويضيع الطفل، وبعدها قابلني وحبني، فقرر يعيش مع الاتنين، يقسم عمره بين بيتين. يعني أنا كنت الخطة التانية، مش الاختيار الأول ولا الحب الوحيد. سألته وليه مسميها سارة هي كمان. قعد يألف مبررات ملهاش معنى. أنا دلوقتي بين نارين، عندي طفلين وبيت بنيته طوبة طوبة بشقاية وعمري. هل أمشي وأسيب ولادي يتربوا من غير أب وأشيل لوحدي مسؤولية تقطم الظهر، ولا أكمل وأعمل نفسي مش عارفة وأحاول أبني ثقة في واحد كذاب وممثل؟ هل أفضح المستور وأحكي للناس وأشوف نظرات الشفقة في عيونهم؟ أسامحه وأديله فرصة تانية وأنا عارفة إنه يقدر يخدعني سنين تانية؟ هو بيقول إنه اختارني أنا وإنه هيسيبها ويركز معانا، بس أصدقه إزاي؟ أنا عمري ما كنت الاختيار الأول، أنا كنت نص حياة، ودلوقتي القرار في إيدي لوحدي. أنا قدام طريقين أصعب من بعض: يا أعيش مع راجل عرفت حقيقته المرة وأقضي عمري في شك بياكل فيا، يا أبدأ من الصفر وأنا عندي 35 سنة ومعايا عيال محتاجين استقرار. لو كنتوا مكاني تختاروا إيه؟ الاستقرار عشان خاطر الولاد مهما كان الثمن ومهما كانت الإهانة، ولا الكرامة والحقيقة حتى لو الثمن غالي وهتبدأي من الصفر؟ مستنية رأيكم في التعليقات، يمكن كلامكم يريح قلبي.